السلام عليكم. معاكم جهاد كريم من برنامج قضايا جهاد كريم. وقبل أي كلام خلوني أطلب منكم طلب واحد بس. ادعوا لبنتي، ادعوا لريتال خالد بنت أبوها، بنت محافظة دمياط وتحديدا من قرية الشعراء. البنت في قصتها وجع في قلب كل حد فينا، مش علشان هي وقعت، لأ، علشان لسه ما قالتش مين اللي رماها. الناس كلها بتسأل إزاي بنت في ابتدائي تقع من الدور الخامس وربسها ما يتقطعش؟ إزاي تقع والكسور بس في الراس؟ إزاي أهلها بيقولوا إنها بتاكل لكنها ما نطقتش بكلمة؟ هل فعلا النيابة مش قادرة تاخد منها شهادة؟ ولا في حد متغطي والكل بيحاول يلف ويدور حوالين الحقيقة؟ النهاردة دخلت المستشفى وشفتها بنفسي. البنت بتاكل، الحمد لله حالتها بدأت تتحسن جسديا، بس نفسيا محدش عارف. لحد دلوقتي ما قالتش ولا كلمة، لا كتمت ولا أشارت ولا حتى نطقت باسم اللي أذاها. كل الناس جريت ورا موجة ريتال وقعت من الدور الخامس. طب إزاي؟ مفيش قطع في هدومها، مفيش كسر في الجسم كله. البنت لو كانت وقعت من على السلم أو حتى اتزحلقت المفروض يبقى فيه إصابات أكتر. في أسئلة لازم نسألها. مين كان في البيت وقت الحادث؟ فين الكاميرات؟ ليه النيابة لحد دلوقتي ما خرجتش بيان رسمي؟ هل في حد بيحاول يدفن الحقيقة؟ ريتال اللي بتمثل صوت كل بنت ساكتة لسه ما اتكلمتش، لكن صوتها سايب جرح في قلوبنا كلنا.